الاهلي بيخسر من بالميراس في كاس العالم للانديه 2-0. الاهلي بدأ الشوط الاول كويس جدا واللعيبه كانت واقفه حلوه قوي، منظم جدا، وقفلوا كل حاجه على بالميراس، لان ببساطه جدا الاهلي في الشوط الاول لعب بضغط عالي هجومي على بالميراس. اي نعم بالميراس كان ليه اكتر من هجمه، بس كان برضه بالميراس مش قادر يتصرف قوي، لكن بيخلص الشوط الاول ما بين الفريقين 0-0. مع بدايه الشوط الثاني بقى بنشوف فريق اهلي غير اللعب الشوط الاول تماما، وكان واضح جدا ان المجهود اللي عمله الاهلي الشوط الاول اثر عليه بدنيا الشوط الثاني. وهنا طبعا بيجي دور المدرب، ولكن مش هنقدر نلوم عليه لان المدرب اصلا لسه جديد مع الفريق. فبتيجي الصدمه الاولى للاهلي في الدقيقه 49 من كوره عرضيه بيسجلها وسام ابو علي في نفسه. قلنا لكم قبل كده الكرات العرضيه والثابته سلاح قوي جدا لبالميراس، وبعدها ب 10 دقايق من هجمه مرتده بتجيب بالميراس الجول الثاني. الاهلي كان كويس في الشوط الاول، ولكن ضاع منه التركيز نهائي في الشوط الثاني. واكتر حاجه الاهلي ما خدش باله منها في الماتش ده الاطراف بتاعت بالميراس.